ومساء الجمال على كل المستمعين في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات اسمعني. معاكم أسماء رحيم. النهاردة هنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا يكاد يكون أساس في كل حياتنا اليومية مع كل البشر. وقبل ما أبدأ في موضوع الحلقة محتاجة أسألك شوية أسئلة نفكر فيهم سوا. هل بتعتبر نفسك إنسان عقلاني منطقي ولا إنسان بيؤمن جدا بالعادات والتقاليد أو بالموروثات الثقافية اللي ممكن نكون عايشين فيها في حياتنا؟ هل لو حد عرض عليك معلومة أول مرة تسمعها بتاخدها زي ما هي من غير ما تفكر فيها، ولا بتدي نفسك مساحة إنك تدور وتشوف هل المعلومة دي فعلا حقيقية ولا مش حقيقية؟ طيب، قعدت قبل كده في وسط صحابك، في وسط أي مجموعة من الناس كلكم بتتناقشوا مع بعض ولقيت حد فيهم متعصب جدا لرأيه؟ محتاج أسمع رأيك، أنت كانت إيه وجهة نظرك في التعصب بتاعه؟ هل كان في مساحة مشتركة ما بينكم تقدروا فيها توضحوا وجهات نظركم لبعض وفي الآخر انتهت بالاتفاق وباحترام الرأي الآخر، ولا كان كل واحد متمسك برأيه؟ أنت كنت شايف إن ده الصح وهو كان شايف إن ده الصح ومحدش فيكم عايز يعترف إن الآخر ممكن يكون صح؟ كل الأسئلة دي مهمة جدا نجاوب عليها ونفكر فيها بشكل أو بآخر، لأن حياتنا اليومية كلها بتندرج تحت التفكير. أي قرارات في حياتنا اليومية ما بنقدرش ناخدها غير لما نفكر فيها أو ما نفكرش فيها. في الحالتين بنستخدم العقل أو مش بنستخدمه. عشان كده هتكلم النهاردة عن مفهوم مهم جدا اسمه التفكير النقدي. هل سمعت عن المفهوم ده قبل كده؟ لو سمعت عنه أو تعرف عنه أي معلومة ياريت تقولها لي في كومنت وتكمل معايا الحلقة. خلال دراستي للدراسات العليا في جامعة القاهرة جت قدامي مادة كانت أول مرة اسمعها في حياتي، هي التفكير النقدي. بقيت مستغربة الاسم شوية، يعني إيه تفكير نقدي أصلا؟ ومع الوقت ومع الدراسة فهمت إنه فعلا شيء مهم جدا يخلينا نعيد النظر في حاجات كتيرة بنعتبرها مسلمات في حياتنا اليومية. التفكير النقدي بكل بساطة من اسمه يندرج تحت النقد أو الشك، إن الإنسان يكون عنده نزعة شكية لكل حاجة بتحصل حواليه. مفيش حقيقة مطلقة ومفيش غلط مطلق، مفيش حاجة اسمها هو ده الصح وهو ده الغلط. فالتفكير النقدي هو إحدى مهارات التفكير العليا الطبيعية جدا عند كل إنسان وفق مستويات الذكاء المتعارف عليها وسط الناس. يعني الذكاء الطبيعي أو الإنسان الطبيعي السوي لازم يكون عنده جزء من التفكير النقدي بشكل أو بآخر، لأن التفكير النقدي بيخليه يعرف يتحاور مع الناس اللي حواليه، يعرف يفكر بشكل أو بآخر، يعرف يشوف وجهات النظر المختلفة اللي ممكن تكون شايفة جوانب أنت مش شايفها. بيخليك يبقى عندك أدلة قوية على آرائك والمعتقدات اللي أنت مؤمن بيها. ساعات ممكن يخليك تشكك في بعض الحاجات اللي أنت اتولدت لقيت نفسك مصدقها. في وقت من الأوقات بتقف مع نفسك واقفة تشوف هو أنا فعلا اللي أنا بفكر فيه ده فعلا حقيقي، ولا أنا أخدته من الأهل، من البيئة اللي أنا كنت فيها من غير ما أكون واخد بالي إن أنا بفكر بالطريقة دي. ومن هنا خليني أجاوبك على أول سؤال سألته ليك: هل أنت بتعتبر نفسك إنسان عقلاني منطقي ولا إنسان بيؤمن بالعادات والتقاليد؟ العقلانية بمنتهى البساطة تقدر تقول على نفسك عقلاني أو لأ لما تلاقي نفسك بتقدر تتقبل الرأي المختلف عنك من غير ما تصدقه بنسبة 100% ولا تشكك فيه بنسبة 100%. الاتنين بيبقى 50-50، ممكن يكون هو معاه حق وممكن يكون مش معاه حق. بيبقى عندك نظرة شك لكل معلومة بتتعرض عليك في حياتك اليومية. في أبسط الأشياء ممكن تكون بتتفرج على المسلسل مثلا ويجي إعلان في النص، الإعلان ده بيحاول يقنعك بحاجة معينة، أنت بتفكيرك العقلاني بتقدر تميز هل هي الحاجة دي فعلا هتفيدني ولا لا أنا محتاجة أشتريها دلوقتي. كمان تقدر تقول على نفسك عقلاني لو لقيت عندك حرية التعبير عن الرأي، عندك رأي مستقل، عندك حرية في إنك تثبت وجهة نظرك بالأدلة اللي أنت مؤمن بيها واللي أنت شايف إن هي ممكن تكون فعلا حقيقية. ومن صفات كمان الإنسان العقلاني هو إنه يكون عنده اعتقاد إنه كل معلومة ممكن الإنسان يعرفها أو يوصل لمدى صحتها بالبحث عنها. بيكون عندك صدق في التعامل مع الآخرين، بيكون عندك تسامح مع الآخرين. لو حد غلط أو حد قال معلومة خاطئة أو حد تعامل بمعتقد قد يكون كان فاكره صحيح وطلع غلط، فأنت بتقدر تسامح الآخرين على الأحداث أو الانفعالات أو الدوافع اللي خلتهم يتعاملوا معاك بالطريقة دي. طيب، زي أي حاجة بنحاول نكتسبها أو نغيرها فينا وفي حياتنا لازم بيكون في عوائق ما بيننا وما بينها، حاجات بتخلينا مش عارفين نبقى كده. فعشان كده
لازم نعرف هي ايه عشان نعرف نتعامل معاها ازاي، ونقدر بعدها نكون منطقيين عقلانيين اكتر في تصرفاتنا واقوالنا وافعالنا. 7 عقبات بتواجه التفكير النقدي. العقبة الأولى اللي بتخليك مش قادر تكون مفكر نقدي أو مفكر عقلاني، الموروث الثقافي اللي احنا ذكرناه في وسط كلامنا في أول الحلقة. الموروث الثقافي إن الإنسان يبقى ماشي ورا العادات والتقاليد ومؤمن بس إن هي دي الصح، طالما هو اتولد في البيئة دي يبقى مفيش حاجة تانية صح غير البيئة دي. وده للأسف الشديد بيخلينا نمشي ونقبل قبول أعمى لأي شيء بيتقال لنا وإحنا أطفال. إحنا مش بنكون عارفين نميز الصح من الغلط، فبالتالي بنكبر على معتقدات معينة لو إحنا مش واخدين بالنا ممكن تكون أغلبها غلط وأغلبها غير صحيح، وده بيخلينا متعصبين أكتر لآرائنا وأفعالنا ضد الآخر، بنفترض إن الآخر دايما غلط طالما هو مختلف عننا. تاني عائق هو التفكير الخرافي. يعني ايه تفكير خرافي؟ هل قبل كده لاحظت انه في بعض الناس مثلا بتؤمن بالخرز الزرقاء، بتتشائم اول لما تشوف غراب او قطة سودا في اول يومها، بتكره يوم التلات، او بتتوتر قوي لو لقت مثلا حذاء مقلوب على وشه؟ حاجات كده انت بتستغرب هو ده حقيقي ولا خرافة؟ هل ده فعلا يستاهل ان احنا نعمل عليه اكشن؟ هل يستاهل ان انا اصدقه لباقي يومي او يغير مودي او يضايقني أو يفرحني أو غيره؟ فالتفكير الخرافي هو حاجات غير منطقية إحنا بنؤمن بيها أو بنصدقها من غير ما نفكر هي فعلا حقيقية ولا لأ. طب لو كانت حقيقية الدليل؟ ولو كانت غلط إيه برضو الدليل؟ ثالث عائق قدامنا وقدام التفكير العقلاني والتفكير النقدي هو التفكير الأناني. يعني الإنسان يكون متعصب لنفسه، إما نفسه هو كشخص أو جماعته وبيئته اللي هو جاي منها، ممكن يكون بلده، ممكن يكون الفرقة اللي بيشجعها، ممكن يكون الديانة اللي هو ينتمي إليها. حاجات كتيرة جدا بتخليه يتعصب لرأيه. فالتفكير الأناني الإنسان يكون معتبر إن هو الوحيد الصح، كل حاجة هو منتمي ليها هي الصح، كمان بتعوقنا على إننا نفكر بشكل منطقي حقاني عقلاني. رابع معوق قدامنا وقدام التفكير النقدي والتفكير العقلاني مهم جدا جدا نعرف عنه وقد ايه بيحصل في حياتنا اليومية من غير ما نحس، لأن هو بيعتمد على الشيء اللاواعي بيصدر مننا من غير تفكير. ولو احنا بس وقفنا مع نفسنا لحظة أو 5 دقايق نفكر احنا عملنا كده ليه وكنا صادقين فعلا مع نفسنا، هنلاقي ان الدافع كان حاجة من الحاجات اللي هقولها دلوقتي، الحيل الدفاعية أو آليات خداع الذات. يعني إيه الكلام ده؟ في بعض الحيل الدفاعية بتكون عند كل البشر تقريبا، هي عبارة عن الجهاز النفسي اللاشعوري اللي جوه كل إنسان، بتطلع منه بشكل تلقائي علشان يحسس نفسه إنه تمام أو إنه مفيش حاجة غلط أو مفيش خطر، يحسس نفسه بالاستقرار النفسي. فالحيل الدفاعية دي بتخلي الإنسان يعمل أفعال هو مش واخد باله إن هو بيعملها وفاكر نفسه إنه معاه حق. زي ايه مثلا؟ خلينا نضرب مثال زي التبرير، ان الانسان يبرر لنفسه انه بيعمل الحاجة دي علشان حاجة هتفيده، لا انا بعمل الحاجة دي علشان انا فعلا حاسس ان هي الصح. الاب مثلا اللي بيضرب اولاده فهو تبريره في الوقت ده بيكون علشان انا خايف على مصلحتهم، ولكن الحقيقة انه الاب نفسه مش عارف يسيطر على انفعالاته، فهو بيبرر فعله بشيء ايجابي، وورا الايجابي ده شيء أناني جوه الإنسان هو ممكن يكون مش واخد باله إن هو فعلا كده، ولو قعد مع نفسه شوية هيعرف إن هو فعلا كده. برضو إحدى الحيل الدفاعية الأخرى زي مثلا الإسقاط، إنه الإنسان يكون عنده عيب معين أو غلط غلطة معينة ويشك إن اللي قدامه غلط نفس الغلطة. خلينا نضرب المثال على شيء موجود في حياتنا برضو حوالينا، إنه حد مثلا خان حد تاني، الشخص اللي خان بيبقى دايما شاكك في شريك حياته علشان يثبت لنفسه إنه مش هو الوحيد اللي وحش، ويداري على نفسه إنه التاني ما يكتشفش هو بيعمل إيه. ده الإسقاط. برضو إحدى الحيل الدفاعية المهم جدا نعرف عنها وكلمنا عنها قبل كده في حلقة هي كبت المشاعر، إن الإنسان يكبت أشياء معينة جواه ما يعبرش عنها، ما يديهاش فرصة إن هي تكون موجودة علشان يحمي نفسه من الألم النفسي. أنا مش عايزة أواجه نفسي إنه حصل الشيء الفلاني وبكبته، مش عايزة أتكلم فيه علشان أنا مش عايزة أتألم، فبالتالي بحمي نفسي بهذه الأشياء علشان أحسس نفسي إن أنا كويس وإنه كله تمام. وفي الحقيقة إنه كله مش تمام، لأنه كله في الآخر بيجي وقت ويتكشف. فالإنسان لما بيكتشف هذه الأشياء وهو بدري بيقدر يتعامل معاها بوعي أكتر من إنه يسيب الموضوع يتفشى والنار
تطلع من تحت الرماد في مشاكل أكبر بعد كده. فالحيل الدفاعية النفسية اللاشعورية دي بتبقى إحدى المعوقات على إن الإنسان يفكر بعقله الواعي أو بعقله العقلاني، تفكير عقلاني نقدي. خامس معوق قدامنا وقدام التفكير النقدي أو التفكير العقلاني بعد الحيل الدفاعية هي الاعتماد على السلطة، الاعتمادية بشكل عام. إنه الإنسان عارف إن فلان ده هو مسؤول عن الشيء الفلاني، فخلاص أنت هتعمل المطلوب منك وأنا مفيش داعي إن أنا أفكر أصلا لأنك أنت هتحل كل حاجة. يعني لما الأم والأب مثلا يكونوا مسؤولين على إنهم يجيبوا المصاريف بتاعة الأولاد إلى آخره، فالأولاد بيبقوا مش حاطين في بالهم إن هم المفروض يعملوا حاجة، وخصوصا لما يكبروا يعني، عشان خاطر في عندي اللي يشيل الحاجة دي. فبالتالي بيتتربى عنده الاعتمادية، وإنه خلاص مش عايز يفكر هو ممكن يعمل إيه في الموضوع علشان في حد مسؤول عنه وهو اللي بياخد القرار بداله. فده بيمنعه إنه أصلا يستخدم عقله. سادس معوق قدامي وقدام أي تفكير عقلاني ونقدي هو التعصب. المتعصب ده قد يكون عنده أدلة لتعصبه، مثلا مش عارف قوي المميزات اللي هو فيه على قد ما هو بيبني تعصبه على عيوب الشخص الآخر. يعني بيهاجم الآخر بدون حتى ما يسمعه، لأنه مش عايز يسمعه، بيفترض دايما إنه هو الصح بدون حتى ما يسمح للآخر إنه يعبر عن رأيه أو حتى يفكر في إنه هو صح ولا غلط. سابع معوق قدامي وقدام التفكير العقلاني والنقدي والأخير اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الحكم الأخلاقي المتسرع. بمعنى إن أنا شايف إن فلانة مثلا مش محجبة، فبالتالي هي إنسانة مش محترمة أو إنسانة مش متدينة أو إنسانة بعيدة عن ربنا، فإذا أنا حكمت عليها بدون حتى ما أفكر إيه اللي ممكن يكون الشخص ده عليه فعلا، فبالتالي أنا حكمت من غير ما أفكر، وده حكم خاطئ بيمنعني إني أفكر بشكل عقلاني. أو حد تاني، حد مثلا متدين، منتقبة أو شيخ أو غيره، فإذا هو متزمت، فأنا ما اديتش نفسي فرصة أفكر، فالحكم السريع ده بيخليني معرفش أفكر بشكل منطقي. وبكده نكون خلصنا العوائق اللي بتخلينا ما نفكرش بشكل عقلاني وشكل منطقي، وبيمنعنا ان احنا نستخدم عقلنا اللي ربنا رزقنا بيه في حياتنا اليومية. لو حبيتوا الحلقة النهاردة قولوا لي في كومنت، ولو عندكم اي اسئلة كمان اكتبوها لي في كومنت. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم الحلقة الجاية على خير. الى اللقاء.